النجوم الكبيرة عادة ما تنفجر في نهاية حياتها سوبر نوفا، لكن بعض النجوم اختفت بدون أي انفجار. هذا يجعل بعض العلماء يعتقدون أنها قد انهارت مباشرة إلى ثقوب سوداء، وهي ظاهرة نادرة اسمها بعض الباحثين في إطار فرضيات علمية واسعة تساءلوا: ماذا لو كانت بعض هذه النجوم قد اختفت بسبب حضارات متقدمة بنت حولها هياكل ضخمة مثل كرات دايسون؟ طبعا هذا افتراض غير مثبت، لكنه مثير ويستخدم لاستكشاف جميع الاحتمالات. ما المقصود بالنجوم المفقودة؟ هي نجوم رصدت سابقا في السماء ثم اختفت فجأة دون أن تنفجر كمستعر أعظم سوبر نوفا، أو تترك أثرا واضحا، مما يخالف ما نتوقعه من سلوك النجوم في نهاية حياتها. بدأه علماء فلك المقارنة صور للسماء التقطت منذ أكثر من 70 عاما بصور حديثة، وجدوا أكثر من 100 نجم اختفى من دون سبب واضح. الهدف من المشروع معرفة ما إذا كانت بعض النجوم تختفي بطرق غير معروفة للعلم، وربما حتى بسبب تقنيات غير بشرية.